مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله الجميع بخير. بهذا الفيديو انا كنت هون كتير كتير مبسوطة، يعني طايرة من الفرح، فحبيت اخدكم معاي. اليوم بهذا الفيديو زرت الاقصى. عقبالكم ان شاء الله، عقبال كل مشتي وخاصة اللي مش بالدول الفلسطينية ما بصح لهم يزوروها. واول ما روحت طبعا طبخت دجاج مقلي وبطاطا، هيك كان طلب الاولاد. عملتها ما طولتش بالأقصى. يعني صليت الظهر والعصر وعلى السريع روحت. وعملت هون سلطة الكول سلو معها. هلا بدي أرجيكم كل المقتطفات بزيارتي للأقصى وطبختنا لليوم كمان. إن شاء الله أتمنى إنه يعجبكم هذا الفيديو، فحبيت أخذكم معاي هذه الزيارة. هلا هون أول كنت في الباص صورت هذه الطريق بيننا وبين الأقصى تقريبا ساعة ساعة ونص. طبعا اللي عايشين في فلسطين بيعرفوا قديش صعب ان احنا نقدر نفوت على الاقصى. يعني انا ساكنه برام الله، ولاني اوصل القدس لازم اعمل لسه هويه وادفع مبلغ، باخد هويه الممغنط، وباخد تقريبا 3 مواصلات لاني اوصل الاقصى. فعملت الهويه والحمد لله رب العالمين. رحت زرتها، رحت لحالي، اولادي ما صح لهم يطلعوا بصراحه، يعني الشباب والبنات ما صح لهم مش، فتركتهم وقلت بروح زيارة لحالي. ان شاء الله يصح لهم يا ربي، ونروح كلنا عيلة مع بعض. فزي ما قلت لكم، بالنسبة لزيارة الأقصى أنا ساكنة برام الله، ولما أروح على الأقصى لسه بدي أمرق على بنقول له إحنا المعبر اللي هو معبر اليهود الإسرائيلي، نعطيهم هذه الهوية المغناط وبنمرق على المعبر. يعني أحيانا حسب الشخص، إما بعطوه بقبلوه أو برفضوه. فالحمد لله رب العالمين الله كتب لي إياها هالزيارة، وكتير كتير بقيت هون مبسوطة. يعني قلت خلص بدي أصور شوية هيك أكمل فيديو. ما صورتش كتير بصراحة. يعني كنت هون قد ما أنا مبسوطة أنسى إني أحمل البليفون وأصور. على قد ما على قد ما هي كبيرة، وعلى قد ما بدي أمشي، وفيها كتير. بتعرفوا الأقصى كلها أبواب وكلها كبيرة كتير يعني، وفيها الجامع الكبير كمان نسيت أصوره. إن شاء الله المرة الجاية لما أروح بصور لكم أكتر. صدقوني اللي بروح هذه المناطق بنسى حاله. خلص بتحبوا انه دايما ما تحملوا اشي، ما تقعدوا تصوروا، انكم خلص تمشوا وتتفرجوا. والحمد لله رب العالمين الله يكتبها لكل مشتي يا ربي. زيارتها عن جد انها بتكون راحة نفسية، اللي بكون تعبان نفسيا او بتكون مش مرتاح هناك عن جد بنسى كل شي الواحد هناك. موقع ديني الحمد لله رب العالمين. هاي صورت كلكم هون. كمان هي كتير كتير كبيرة، يعني لو بدي امشي بدي اقل اشي ساعة فيديو، ساعة او اكتر لاصور لكم كل شي. وهون خلصت وصليت الحمد لله، صليت الظهر والعصر بالاقصى وروحت. فبدي اعمل اقلي لهم الدجاج، هيك كان طلبهم، انه انتي تركتينا ورحتي شميت الهوا فبدك تعملي لنا اكل زاكية. هذه بحبوها كتير الاولاد. فقلت لهم على راسي، يلا منتو لكم هالجنحان الدجاج وهالسفينة صدر الدجاج وبعمل لكم. انا اللي يعني معروفة اني انا سريعة كتير بالاكل. يعني شوفوا رحت مشوار وعدد ساعات، ومشوار متعب، يعني مش انه شمت هوا وبس. فعلى السريع عملتها. هلا قطعت الجنحان وبقطع هون السفاين، بقطعها بالطول، يعني تكون القطعة منيحة، لا هي خميلة ولا هي رفيعة، يعني تكون فيها شوية لحمة. شايفين السفاين كيف قطعتها؟ وانا بقيت قاعدة بشتغل وبحدث في ولادي انه شو صار معي وشو. طبعا بقيت هون مع اتصال معهم 24 ساعة، احكي معهم، يعني اتصل عليهم انه كيف، لو خاصة عشان بنتي الصغيرة اللي لسه عمرها 4 سنين تركتها عند اختها. بنتي التانية عمرها 17، يعني شاطرة برتكن عليها لما اتركها مع اختها. هلا بحط على الدجاج شوية من الخل، وبحط معلقة ملح، ومعلقة من بودرة البصل وبودرة التومة. بحط شوية من هون البهارات اللي مشكلة اللي هي البهارات السبعة وخلص. بحط لي شوية هيل كمان، بخلطهم كتير منيح وبتركهم على جنب.
يعني لازم هدول انا مرات بتركهم ينتقعوا ساعتين ثلاثة، هدول ما كان في مجال انقعهم، بس طلع بشهي عن جد، يعني انه ما فرقتش كتير. هلا بحضر خلطة الطحين، بحط طحين وملح ونفس البهارات اللي حطيتها على الدجاج بحطها، بس بضيف هون بزيادة على الطحين، بحط شوية كركم لحتى تعطي الدجاج لما ينقلى بصير على اللون الذهبي، بيطلع لونه كتير حلو. او بتحطوا السيزون، انا دورت على السيزون هون بالمنطقة تاعتنا، مش لاقي، يعني كل المحلات بيقولوا لنا زي المقطوع، مش عارفة شو السبب، مع اني هذا البهار السيزون انا ما بستغني عنه. هلا حطيت كل القطع، فقلت هيك على السريع لاني انا بدي اشتغل بسرعة، حطيتهم كلهم، يعني مش ما عدتش لسه احط قطعة قطعة، حطيت كل القطع بالطحين وغطيتهم وحركتهم كتير منيح. هلا بشيلهم كلهم، وبدي احطهم بالمي، هذه المي اللي هي مي من الحنفية، مي عادية. غطيتهم بالمي وبس ارجعهم على الطحين، هذه الشغلة هي اللي بتعطيها الشكل تبع الدجاج المقلي. خلص بغطهم على السريع، بشيلهم ما بتركهم كتير بالمي. يعني حسيت هذه لاني لما حطيتهم كلهم مع بعض وخلطتهم عن جد طلع شكل الدجاج طلع كتير احلى من اني لسه امسك قطعة قطعة واقعد احط، وهذا عمل شكل الدجاج وهذه القرشة اللي بتطلع مع القلي، طلع شكله كتير حلو. خلص هيك جاهز. هلا ببلش اقليه، بحط على الغاز الزيت وبحميه كتير منيح، لازم يكون حامي وعلى حرارة تكون حطتها عالية. ببلش اقلي فيه، بحط بعبيش الزيت كتير عشان ياخد يستوي، كل قطعة تستوي براحتها، يعني ما يكونش كتير بالمقلاية. هاي بلشت اقلي بصدور الدجاج، شوفوا منظره ما احلاه، طلع عن جد انه طلع بشهي، ولون الدجاج كتير حلو. هلا هون الدجاج البطاطا غسلتها كتير منيح، وبخليها، انا بحب القشرة، خصوصا هذه الاكلة خلص ما بشيل قشرة البطاطا، بحسها كتير كتير اسكى. بقطعها قطع كبيرة، قطعتها بهذه القطع اللي بتيجي زي المسننة، بتعطي شكل البطاطا كتير حلو. هلا بعد ما يستوي بشيلهم وبصفيهم، بحطهم بالمصفاية، وكل ما اشيل بضل احط من بعديه لحتى تخلص كل الوجبة، وبعدين بعدها بقلي البطاطا. والله طلع بشهي عن جد، انه حسيته حتى انا بالنسبة لي ولأولادي إنه اذكى من المطاعم، وانضف طبعا لانه الزيت بنعرف شو الزيت اللي احنا حاطينه، ما بنقلي فيه اكتر من مرة، فبكون الزيت نظيف، وبكون الدجاج منضف كتير منيح. طبعا الدجاج انا نظفته بالحامض والملح، نظفته بالخل، وما في اي نوع زنخة بالمرة، بتكون يعني ريحته بتجنن. هلا بدي اعمل سلطة الملفوف الكولسلو، عندي نص حبة من الملفوف غسلتها وبقطعها وبحطها بهذه الماكينة، هي اسرع يعني، بدل ما اقعد لسه اقطع بالسكين او ابرشها، بشغل هيك باصبعي شوي شوي، ما بشغلها بسرعة، فبتعطي الشكل الملفوفة كأنها مبشورة. هذه الطريقة حسيتها كتير اسرع من اني اقعد لسه ابشر، وبتاخد وقت كتير، وبتطلع نفس النتيجة. يعني شايفين كيف طلع كأنه مبشور الملفوفة. هلا بشيلهم وحطيت كمان الباقي، وببشر الجزر عليه. الجزرة بشرتها ما حطيتها، بحطهاش بالماكينة، لأن إذا حطيتها بالماكينة بتصير قطع صغيرة هيك، مش زي المبشورة منظرها، مش زي الملفوف الجزر، فبشرتها لأن يعني جزرة واحدة تاخد شو وقت كتير. هذه طلعت السلطة بتشهي عن جد. هدول المقادير اللي حطيتهم يعني 100% طلعوا. هلا بحط 4 معالق صغار من السكر، هذا السكر لازم نكتره، هو اللي بعطيها الطعم المميز. وبحط نص معلقة ملح وعصرة نص حامضة.
هذه من السرعة ما صفتهاش، فجبت المعلقة وشلت البذور، البذر تبع الحامض. وبحط 4 معالق كبار من المايونيز. خلص هدول هن المقادير تاعين السلطة. وبحركها كتير منيح وبتركها بالتلاجة على جنب، لانها كل ما تركناها هذه السلطة على جنب او بالتلاجة بتطلع كتير كتير اذكى. اليوم كنت عن جد نشيطة. صبحت الصبح كتير كتير بدري ورحت على الأقصى وعملت هالمشوار وإجيت ورحت، والمواصلات كمان كتير كتير صعبة علينا لأنه نوصل الأقصى كتير. يعني أنا بالنسبة لي أخذت 3 مواصلات، 3 مواصلات روحة و3 مواصلات جاية. شوفوا قديش الغلبة لأننا نوصل الأقصى. بس الحمد لله على كل حال، والله يفرجها علينا وعلى كل أمة محمد يا ربي. وهي هدول جنحان الدجاج كمان هي بطلعهم وبحط اللي بيطلع بحط غيره، مش مكترة بالقلاية شايفين، يعني بحط كم من قطعة. هلا بجيب المصفاية، في هذه القطع اللي بتكون من الطحين، فبتكون متجمعة بالزيت. هلا المهم شلتها ونظفت الزيت كتير منيح منها لانه بلاش يلزق على البطاطا. بدي البطاطا تكون شكلها نظيف. البطاطا طبعا حطيتها بالطحين وحطيت كل البهارات، نفس البهارات اللي حطيتها على الدجاج بحطها على البطاطا. خلص بحطها بالزيت، والبطاطا طبعا بغطيها لانها شايفين كيف القطع كبيرة، لو القطع صغيرة ما بغطيها. بغطيها بحطها على النار تقريبا اللي بتكون وسط، يعني بتقعد البطاطا تقريبا ربع ساعة لانها تستوي تقريبا. خلص هيك بعد ما صار لونها اشقر بشيلها وبصفيها كتير منيح، وهيك اكلتنا بتكون جاهزة. واكلنا وانبسطنا والحمد لله رب العالمين. والله كتير انبسطنا. يعني مرة كنت تعبانة مش جاي بالي اعمل شي، فطلبنا من المطعم. يومها ندمت ندم عمري والله. طلع اول طلع كتير مالح، ملوحته مش طبيعية، ما قدرناش ناكله. واكلنا هيك اكم شوي، اكم من حبة بطاطا وهيك شغلة، وانمغصنا يعني اتصابنا مغص مش طبيعي في معدتنا كلنا انا وولادي يومها. ومن يومها قلت والله ما بطلب، مع اني انا ما بحبش اطلب من المطاعم. يعني دايما بحب الشغلات، اذا بتلاحظوا اغلب الشغلات اللي بعملها سواء شاورما او دجاج او كفسي اي شي بعمله في البيت. خلاص هيك بحب شغل البيت، بلاقيه اضمن واحسن. والحمد لله رب العالمين. وهي كانت سفرتنا والحمد لله، واكلنا وانبسطنا، وصحتنا وعافية على قلوب الجميع. وهذا الفيديو تبعنا اليوم وزيارتنا للأقصى. إن شاء الله إنكم تكونوا انبسطتوا، ولو كان الفيديو هيك بسيط. إن شاء الله بشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.